السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي نلقاكم هذا الفيديو ديالي بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه الشهيوات نعيمه بكرام. اليوم البنات بغيت نشارك معكم هاد الشلاضه هذه ديال خيزو مع عصير الليمون، اللي صراحه واحد الطريقه اللي هي مختلفه عاده على الطريقه اللي كنا كنديروا شحال هذه. هاد الطريقه البنات اللي جربتها صراحه عجبتني بزاف، وقلت ولما لا نشاركها معكم لان زوينه بزاف وغادي تعجبكم نتوما. بسم الله على بركه الله. غادي ندوزو المقادير والطريقه. هنا البنات عندي واحد الكميه ديال خيزو او الجزر اللي غسلته ونقيته قشرته بحال هكا كما كتشوفوا. من الاحسن البنات تاخذوا الجزر اللي هو طري باش ما يكونش فيه داك الداخل ديالو، يعني تيكون قاصح شويه. خذوا هكا طري يكون زوين بحال هكا، وكان صغير شويه ما يكونش كبير بزاف. هنا كما قلت لكم البنات راه نقيت وغادي نديرو في الكوكوط بحال هكا. غندير الجزر ديالي في الكوكوط، يعني ما نحتاجش نقطعو، غنديرو هكا صاين. انا غادي ندير باش نجيب شويه ديال الماء باش غادي يطيب البنات. غادي ندير الماء، بالنسبه للماء هنا غادي ندير واحد الكميه قليله ديال الماء، ما غاديش نكثر الماء بزاف، ندير شويه بحال هكا كما كتشوفوا معايا بحال هكذا. غادي نسد عليه وغادي نخليه تقريبا واحد 15 دقيقه غير طيب شويه، ما غاديش نخليه يطيب مزيان، غير شويه يدخل فيه الطياب شويه وغادي نطفي عليه. هنا البنات كما كتشوفوا معايا الجزر ديالي من بعد ما طفيت عليه، دابا غادي نخليه حتى يبرد وغادي ندوز باش نطحنو معكم. هنا البنات كما كتشوفوا معايا الجزر ديالي من بعد ما برد، يعني خليته في المجمد حتى برد مزيان. دابا غادي ندوز باش نطحنو. غنطحنو بهاد الماكينه هذه ديال مطيشه باش كنطحنو مطيشه بحال هكا. الطريقه اللي هي ساهله بزاف. هنا البنات ما غتحتاجوا تحكوا خزو ولا والو، بهاد الطريقه هذه كتسهل عليكم الامور بحال هكا. هنا غادي نستمر البنات انا تنطحن الخيزو ديالو وغادي نرجع معكم. هنا من بعد ما طحنت خيزو غادي نزيد ليه واحد الساشي ديال الفاني بحال هكا. اللي عنده الماء زهر ممكن يديرو، غير انا ما عنديش، اما حتى هو راه تيجي زوين بزاف مع هاد خيزو بحال هكا. غادي نزيد العصير ديال الليمون، عندي هنا واحد الكميه ديال العصير ديال الليمون نديرو بحال هكا. غنزيد نزيد واحد شويه. هذا البنات عصير طبيعي 100%، يعني ماشي مصنع. هنا عصرت المندرين واللي درت هنا في هاد الخيزو ديالي بحال هكا. غادي نحركو بحال هكذا. انا اللي بغى يدير السكر ممكن يديرو، انا هنايا اكتفيت غير بالحلاوه ديال الليمون وديال خيزو. غادي نحركو بحال هكا حتى يذوب فيه داك الفانيليز كي. هنا البنات جبت الزليفات ديالي فاش غادي ندير الخيزو او شلاضه ديال الخيزو. غادي نعمرهم بحال هكا بهاد الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. بحال هكذا غادي نستمر البنات تنعمر الكميه اللي عندي وغادي نرجع معكم. هنا من بعد ما عمرت الزيت بحال هكا كما كتشوفوا معايا غادي ندير لهم شويه ديال القرفه هكا من الفوق. هاد القرفه البنات غير تزيين وصافي، غادي نزين بها من الفوق. كما كتعرفوا ان الجزر كيجي زوين مع القرفه. ندير بالاصابع ديالي بحال هكا. بالطريقه هذه. هاد خيزو البنات تيجي زوين بزاف بهاد الطريقه هذه. هكا الوليدات ديالنا اللي ما تيبغيوش ياكلوا لينا خيزو في الطاجين نديروا بهاد الطريقه هذه البنات، راه غادي ياكلوا غادي يعجبهم بزاف لان تيجي زوين وتيجي لذيذ بزاف. كما شفتوا معايا المراحل، يعني الطريقه سهله بزاف البنات. وراه باقي عندي هنا ما شاء الله في هاد الزلافه هذه. بالنسبه لهذا اللي باقي عندي في هاد الزلافه راه غادي نديرو في شي صوبيره نديرو في الثلاجه، يعني واخا يبقى حتى ليومين 3 ايام راه ما كيتغير ليه المذاق ديالو، ما تيوقع ليه والو، لان الخيزو طايب عندنا. يعني ماشي بحال ملي تيكون خضر. ملي تيكون خضر البنات وكتخليوه شويه كيتغير ليه اللون ديالو، وحتى المذاق كيتغير ليه المذاق، يعني تتولي فيه المروريه. بهذه الطريقه البنات الا جربتوا بهذه الطريقه راه تيجي زوين بزاف. يعني واخا يبقى عندكم كما قلت لكم البنات يومين 3 ايام ما كيتغير ليه لا اللون لا مذاق لا والو، تيكون بحال اللي عاد دابا صوبتوه، يعني بواحد الطريقه اللي هي سهله بزاف. نتمنى ان شاء الله البنات تجربوا هذه الوصفه هذه لان صحيه بزاف للوليدات. كما قلت لكم البنات
هكا ياكلوا الجزر بهذه الطريقه اللي هي زوينه بزاف ولذيذ صراحه، لذيذ بزاف. هاد الشلاضه هذه لذيذه بزاف، يعني تاكلوها حتى نتوما الناس الكبار لانها صحيه ولذيذه، والمذاق ديال الجزر مع الليمون ومع الفاني والقرفه رائع رائع بزاف البنات. نتمنى ان شاء الله البنات تجربوا هاد الوصفه هذه. ولا عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا وتبارطاجيو وديروا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.